السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الجراوند بيمز وعن أماكن الجراوند بيمز في المنشأ، وعن القوى المختلفة اللي بيتعرض لها الجراوند بيمز والحالات المختلفة وتسليحها والكود وحدود الكود للجراوند بيمز. خلينا الأول نتكلم عن أماكن الجراوند بيمز. فهي يا إما بتكون الجراوند بيمز في المنسوب بتاع القواعد زي الشكل ده، يا إما بتبقى في منسوب أعلى من منسوب القواعد وبيربط الأعمدة، يا إما بتبقى في منسوب البلاطة الأرضية ديت. بتبقى في دول الخليج غالبا عشان البيرنج كباستي عالية، فبتبقى أحيانا في الحالة دي. بيبقى في كمان ال- بتبقى في لو حالة الجراوند بيمز تبقى في منسوب القاعدة، هلاقي العلاقة ما بين القواعد وما بين الجراوند بيمز في الرسم يبقى مفيش خط هنا، هلاقيهم مفيش الخط ده. لو هي الجراوند بيمز في منسوب مختلف هلاقي فيه الخط ده، فأعرف لو أنا باصص في البلان إن لو في الخط ده يبقى هما الاتنين الجراوند بيم في منسوب والقاعدة في منسوب. وفي لو هي رابطة ما بين الأعمدة هعرف من خلال البلان بالشكل ده. أه الفرق بين الاتنين هتعرفه لما يديني أبعاد السمل برضو، يعني ديت بتبقى أبعاد السمل هي الفيصل، ويعمل قطاع يبين لي السمل ده موجود فين بالنسبة للقعدة، أو هو اداني سيكشن كده مبين لي العلاقة ما بينهم عاملة ازاي. وأحيانا بتبقى السملات في منسوب الدور الأرضي، وبتبقى لوحة القواعد ما فيهاش غير القواعد. في المساجد بيبقى في سملات في منسوب القواعد عادي، لكن العمود بتاع المسجد بيبقى ارتفاعه من القاعدة ارتفاع كبير حوالي من 6 ل7 متر. فلو هصمم العمود على الارتفاع الكبير ده، في الحالة دي العمود أبعاده هتبقى كبيرة لمقاومة الباكلينج، لأن العمود لو أبعاده صغيرة هيبقى معرض للباكلينج، وبالتالي هكبر الأبعاد لمقاومة الباكلينج أو أزود التسليح. وعشان أتفادى الموضوع ده بقى بعمل في الحدود الخارجية للمسجد كمرات بتبقى في منسوب نص الدور، بتقطع العمود بحيث أزود الجساءة وبحيث أقلل الارتفاع الحر للعمود من بطن الكاميرا لوش البلاطة، ده الارتفاع الحر. طب ايه القوى المعرضة ليها الجراوند بيمز؟ عشان أعرف لازم نعرف هو الجراوند بيم مصممة عشان تشيل إيه بالظبط. يعني بتشيل الحوائط بتاعت قصة الردم واللي طالعة بتاعت الدور الأرضي، وبالتالي الأحمال من فوق لتحت، فبتعامل معاها كأنها كاميرا عادية يعني زي كده، لأن الأحمال من فوق في حواط هنا، فبتعامل على إنها كاميرا عادية. هنا دبليو ال تربيع على 24، هنا دبليو ال تربيع على 12، وبالتالي لما أجي أعمل تسليح هيبقى زيه زي الكاميرات، فبوصل في نص البحر في الحديد العلوي هنا عشان المومنت سفلي، وبوصل في الحديد السفلي بوصل عند الأعمدة لأن المومنت علوي في الحديد السفلي عند الأعمدة. تاني قوة بيتحملها السميل قوى الزلازل والهبوط المتفاوت بين القواعد. السميل دوره يربط القواعد ببعضها ويقاوم الهبوط. آه، خلينا نشوف دليل التفاصيل الإنشائية. هو السميل غالبا بنعامله زي الكاميرات العادية، بنوصل العلوي في منتصف البحر زي ما قلنا، والسفلي عند الأعمدة. ممكن أحترم السخل 12
وابدأ العلوي من اليمين واوصله ال دي. يعني ابدأ اليمين علوي هنا اوصله ال دي، يكمل ال 12 متر واوصله ال دي، والسفلي بقى ابدأه من الشمال واوصله ال دي برضو، بس عشان انا بدأت من الشمال فيبقى مكان الوصلة مختلف عن مكان الوصلة اللي فوق. في ناس بتشتغل كده بحيث ان الوسطين ما تلاقوش في حتة واحدة. ولو بصينا لو رحنا للكود هنلاقيه بيقول لي تصمم الميد على أنها جزء من العناصر الإنشائية المقاومة للأحمال الجانبية للزلازل، ويجب أن يمتد صلب التسليح على كامل طول الميدان، مع ضرورة أن يمتد إلى مسافة بعد محور العمود لا تقل عن طول التماسك. يعني هو المفروض بيقول لي إن الحديد أهو بعد محور العمود يخش ال دي في جوه العمود، يخش جوه ال دي. يعني المسافة دي من أول محور العمود لهنا ديت مفروض ما تقلش عن ال دي. خلينا برضو نتكلم عن مسافات التكثيف في الكاميرات. بتبقى ضعف عمق الكاميرا مقاسا من وجه الركيزة، أو لا، ديت يعني هي بتبقى كده غالبا يعني ضعف عمق الكاميرا مقاسا من وجه الركيزة. يعني المسافة ايه ديت اللي هي بتاعة التكثيف، ضعف عمق الكاميرا مقاسا من وجه الركيزة. هي بتبقى في الأعمدة تساوي ال نوت من وجه اتصال العمود مع الكاميرا، بحيث ال نوت بتساوي سدس الارتفاع الحر للعمود أو البعد الأكبر لقطاع العمود أو 500 مللي. في الحوائط بتبقى سدس الارتفاع كل الحوائط أو في طول الحائط. يعني أقل حاجة كثافها في الكينات للمية تبقى 2 دي، اللي هو 2 في عمق بتاع الميدة بتاعتي. المسافة بين الكنات برضو ما تزيدش عن ربع عمق الكاميرا، يعني أو 8 مرات قطر أصغر سيخ طولي في قطاع الكاميرا. يعني ربع عمق الكاميرا ديت، ربع الدبس، أو 8 مرات أصغر سيخ طولي في قطاع الكاميرا. لو عندي هنا قطاع في العلو مثلا أو السفلي أقل سيخ 12 مثلا، يعني يبقى المسافة بين الكنات ما تزيدش عن 8 في 12 مللي، أو 24 مرة قطر الكنة. لو الكنة قطر 8 يبقى 24 في 8 مللي، دي المسافة بين الكنات، ما تزيدش عن كده. أو 150 مللي، 15 سنتي. آه لا تزيد المسافة بين الكنات في باقي طول الكاميرا، في اللي هي الحتة اللي ما فيهاش تكثيف، عن نص عمق الكاميرا اللي هي دي على 2، أو 200 مللي أيهما أقل، 20 سنتي. المسافة ما بين الكنة دي والكنة دي ما تزيدش عن كده. طب في حتة اللي هنا أنا شايف الكنات واقفة هنا، مفيش كنات. ليه مفيش كنات هنا؟ لأن اللي شايل العمود، فالكنات الميدة متحملة على العمود. فالعنصر اللي عندنا قاعدة دايما، العنصر اللي شايل هو اللي كناته بتكمل. يعني كنات العمود هي اللي بتكمل هنا، وكنات الميدة هي اللي بتقف. يعني بس كده إن شاء الله الفيديو الجاي نشرح ازاي نسلح على الريفت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودعواتكم بالتوفيق.